بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر لما تكلمنا عن يوسف عليه السلام أنه بعد أن نجاه الرب عز وجل واصطلح مع إخوانه، جاء بهم 11 أخ مع أبيه يعقوب عليه السلام، جاء بهم من فلسطين، من بادية فلسطين إلى مصر، وعاش معهم في مصر، وظل سنوات طويلة ودهورا عديدة يعيش أبناء يعقوب في هذه البلاد. ويعقوب عليه السلام يسمى إسرائيل، وأبناؤه يسمون بنو إسرائيل. عاشوا في مصر ولم يكونوا من أهلها، ظلوا دهورا طويلة، وكانوا عزيزين في مصر بسبب أن يوسف عليه السلام حكم في مصر، فصار إخوانه عزيزون في مصر. وكان أهل مصر الأصليون القبط وما جاء بعدهم ممن سموا بالفراعنة صارت بينهم حروب وبين بني إسرائيل، فإنهم قد حسدوا بني إسرائيل، وهم 12 ابنا ليعقوب عليه السلام وما جاء من ذرياتهم. حسدهم القبط، وإذا بهم تصير بينهم وبين بني إسرائيل حروب ومعارك، وظلت هذه المعارك حتى غلب الفراعنة على بني إسرائيل. ماذا فعلوا بهم؟ فإذا بهم يقتلونهم ويسفكون دماءهم. وكل حاكم في مصر في ذلك الزمان كان يسمى فرعون، كما أن كل حاكم في الحبشة يسمى النجاشي، وكل حاكم في الفرس يسمى كسرى، وكل حاكم للروم يسمى قيصر. هذا لقب على كل أو لكل حاكم. وفعلا هذا الذي حصل. الفراعنة في مصر تستعبد بني إسرائيل. أبناء من؟ أبناء يعقوب عليه السلام، الذين جعل الله عز وجل فيهم النبوة. الفراعنة تستعبدهم، حتى جاء فرعون شديد الظلم، شديد القهر، شديد البطش، سماه الله عز وجل بالقرآن: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. كان فرعون يستضعف بني إسرائيل، فجعل منهم عبيدا، وجعل منهم خدما، وجعل منهم مستضعفين في الأرض يذلهم. فرعون هذا في ليلة من الليالي في ظل استعباد بني إسرائيل رأى في منامه رؤيا، أفزعته هذه الرؤيا، استيقظ من نومه فزعا. ماذا رأى فرعون في منامه؟ رأى في منامه أن نارا تخرج من بيت المقدس، نار عظيمة تخرج من بيت المقدس، تأتي إلى أين؟ تأتي هذه النار إلى مصر. تخيلوا هذه الرؤيا مخيفة، الرؤيا مفزعة، وكان يراها كما يرى فلق الصبح. نارا تخرج من بيت المقدس وتأتي هذه النار وتزحف حتى تصل إلى مصر. فإذا وصلت إلى مصر أحرقت كل بيوت الفراعنة والقبط، وتركت الإسرائيليين بنو إسرائيل على حالهم. النار أهلكت من؟ قوم فرعون، أهل فرعون القبط، لكنها لم تمس الإسرائيليين بسوء. فقام من نومه فزعا، ثم ذهب إلى الكهان، إلى العرافين، وجمعهم في مجلسه وقص عليهم الرؤيا التي أفزعت من؟ رؤيا تفزع هذا الرجل الظالم الذي يبطش بالناس، بل الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى. رجل يقول للناس أنا ربكم الأعلى وتفزعه رؤيا؟ سبحان الله. ما الذي يفزع هذا الرجل الضعيف الذي زعم أنه ربهم، الذي كان يقول لأهل مصر هذه الأنهار تجري من تحتي، وكان يقول لهم أليس لي ملك مصر، وكان يدعي الربوبية؟ ما ادعاها أحد قبله. فرعون أفزعته الرؤيا، فجمع الكهان والعرافين والسحرة ومفسري الرؤى، جمعهم في مكان واحد وقص عليهم الرؤيا. فأجمعوا على أن هناك صبي سيولد من بني إسرائيل، سيولد غلام. وهذا الغلام، ما معنى بني إسرائيل وليش يعني بني إسرائيل؟ لأنه رأى النار من بيت المقدس، فعلم الكهان أنه خارج من بيت المقدس، أي من بني إسرائيل، من فلسطين.
وهذا الغلام الذي خرج من فلسطين وخرج من بني إسرائيل وخرج من صلب يعقوب عليه السلام، هذا الغلام سيكون هلاكك يا فرعون على يديه، سيكون هلاكك يا فرعون على يد هذا الغلام. ماذا أفعل؟ غلام سيهلكني. ليس هذا فقط، بل هذا الغلام سوف يتنعم بنعيمك يا فرعون، وسوف يتربى بعزك يا فرعون، ثم يكون هلاكك على يديه. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ جمع المستشارين، جمع الوزراء، جمع الحاشية، يسألهم ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ فإذا به يصل إلى قرار. ما هو القرار؟ قال: أقتل كل أطفال بني إسرائيل، كل الغلمان الذكور سوف أقتلهم، سوف أذبحهم. وفعلا أرسل جنوده في الأرض، كلما رأوا غلاما من بني إسرائيل ذبحوه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم